السلام عليكم. سلمنا مطبخ جديد من مدينه نصر. النهارده هفرجك على مطبخ من خامه الاكليريك، دواخل كلها كونتر فيرست وود. خليك معايا احكي لك كل التفاصيل بتاعت المطبخ ده. Okay, let's go. في الاول احنا جينا المطبخ دوت، عيدنا المطبخ، لقينا المطبخ مساحته صغيره جدا، محتاجين نحط فيه ثلاجه، محتاجين نحط فيه ميكروويف، محتاجين نحط فيه بوتاجاز، ومعانا كمان الحوض، وكمان محتاجين نعمل لمسه ديكوريه في المطبخ ونيش، حاجه لذيذه كده. ففي البدايه طبعا انا في المطابخ الصغيره بفضل ان انا احط الثلاجه يمين او شمال، فاحنا حطينا الثلاجه هنا في المنطقه الشمال بحيث ان هي تاخد البروز بتاعها، والمطبخ بالنسبه لي يبقى فاضي. وفي الوش حطينا البوتاجاز، هو كان متصمم له في الوش، وهنا على يميني الصرف بتاع الحوض. وجيت هنا جنب الثلاجه عملنا الميكروويف، حطيناه هنا في المنطقه دي ثلاجه، ميكروويف، بوتاجاز، حوض، كمان عملت ترولي الزيت في المنطقه دي. وفي البدايه طبعا رحت عامل النيش اللي احنا شايفينه في الجزئيه دي، بحيث ان انا يبقى عندي مساحه تخزين جباره، وكمان ظرف ازاز تديني شكل ديكوري وجميل جدا في المطبخ. وهنا طبعا عملنا وحدات تخزين كبيره. وفي البدايه بعد الثلاجه وحده ادراج سوفت كلوز كلها، كمان 2 سبت بامبو تيربو سوفت كلوز اهو، مساحه تخزين كبيره بالمساحه دي كلها. طبعا الجزئيه دي هيبقى فيها البوتاجاز، فهنا شمال سد ويمين سد. احنا بنفضل المطابخ الصغيره، المطبخ ده عرضه 2 متر وطوله حوالي 2 متر 60 او 2 متر 70. فالمطابخ الصغيره زي دي يا بيتعمل 11 يا بيتعمل حرف ال بس، وبيسبب الجزئيه دي. ده لو انت حاجتك مش كتيره وما عندكيش وحدات تخزين كبيره. عملنا من فوق طبعا زي ما احنا شايفين كده، هنا الشباك خدنا يمينه كورنر كبير جدا زي ما احنا شايفين كده، مساحه تخزين رائعه. فصلاتنا كلها سوفت كلوز، وعملنا وحده برفين هنا، والمطبخيه فوق الحوض دايركت. وعندي هنا ضرفه، طبعا النيش اللي قلت لكم عليه من الاول. بص مساحه التخزين بتاعت النيش قد ايه، حط ارفف معاه، ارفف بطول النيش كله، حط اللي هو محتاجه كله، حط البيت كله في المطبخ. هنا زي ما قلت لكم الميكروويف، عملنا طبعا حالات تخزين شمال ويمين، وركنه برده نفس الكلام. بس كده، ده كان مطبخ النهارده. كان معكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.